استنى استنى استنى، ده انت هتتهنى. ايه ده؟ مش الشغل اللي بدأته؟ ماشي. معاكم خالد عبد الواحد وحلقة جديدة من ساكسونيا، ورمضان كريم عليكم. طبعا السباق الرمضاني شغال وكل المحللين بيحللوا المسلسلات والاعلانات، وبقى اي حد عامل لي فيها وهو ملوش فيها. بس هو طبعا اي حد من حقه يقول رايه عادي، انا المشاهد وانا اللي اقول رايي، انا كوتش. فما جاتش عليا بقى انا المشاهد واعمل فيها اللي اعمل فيها براحتي. فهكلمكم بقى عن الجزء اللي بياخد حيز كبير قوي من المسلسلات، وهي الاعلانات. الاعلانات دي ساعات بيجي في وسطها شويه مسلسلات كده، لو لحقت تشوفها يمكن تعجبك. اولا بس استاذنكم قبل ما نبدا في حاله انسانيه حابب اكلمكم فيها، لو ينفع بس نلم من بعض كده عشان خاطر نساعد اخونا العسيلي يسدد القرض اللي عليه من بنك مصر اللي بقاله 20 سنه تقريبا بيعمل اعلانات. نحب نشكر كمان الزملاء اللي بيحاولوا يساعدوه من وقت للتاني. الفنانه شيرين شالت عنه القسط اللي فات، والفنان حمزه نمره داخل معاه بنفرين السنه دي. نيجي بقى للفنانه ياسمين صبري اللي لقيتها مش شغاله معاها في المسلسلات، فقالت تجرب في الاعلانات اللي برده مش شغاله معاها، وعماله طول الاعلان الفنان احمد عز يبص لها اي بصه نلاقيها عامله له كده. هو اي احمد يا استاذه ياسمين. اما بقى لو جينا الاعلانات الملابس الداخليه فهنلاقي الاستاذ حسين فهمي طالع بيعمل لنا فوتو سيشن بالبدله وبيتكلم عن الملابس الداخليه. هو معلش ايه علاقه ده بده؟ يا بيه واحد معجب بملابسه الداخليه هنعمل له ايه؟ وايه اللي دخل الاستاذ حسين فهمي في القسم الحريمي؟ عشان الموضوع ده بالنسبه لي مريب جدا، بس كلنا لازم نكون فخورين ان اصحابه اللي بره مصر بيجيبوا من عندنا، وده ان دل يدل على ان اللباس المصري مشرفنا في كل حته. الله عليك يا اندر العرب يا مؤثر خارجيا وداخليا. ده غير عادي، عبقري، ده مش بني ادم زينا. شايف يا بابا شكلهم منور ازاي؟ لا وثقتهم زادت بنفسهم. واخر حاجه بالنسبه لي كانت وردي جدا في الاعلانات، وانا قاعد بفتح التلفزيون بفتح انغامي بفتح يوتيوب بلاقي الاستاذ عمرو دياب داخل عليا يقول لي تعالى 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 هنا جنبي. ايه يا استاذ عمرو؟ لا بالنسبه لي انا مش جاي. الراجل ده عايز مننا ايه بالظبط؟ عايز معلش بس استاذنكم اروح اشوف الحته الاخيره عشان الاعلانات خلصت. يوه ما لحقتش برضه، هجيب فاصل تاني.